وازيكم يا شباب؟ النهارده معانا فيديو جديد من قناه اير دروب كريبتو. انا بعتذر جدا 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 على تاخيري في القناه، بقالي فعلا فتره كبيره ما نزلتش ولا فيديو على القناه. وطبعا انا عارف ان كان في ناس متابعاني وبتدعمني من كل طريقه، باي طريقه بيحاولوا يدعموني، ولكن انا بعتذر جدا اتاخرت، لاني فعلا كنت في ظروف من ناحيه ان انا خلصت ثانويه عامه ودخلت الجامعه، وعلى الامور بدات يعني تمشي معايا، فاضطريت للاسف اخد وقت كبير ان انا اوقف عن الشغل ده. والحمد لله دلوقتي قررنا ان احنا نرجع، وهنرجع رجعة قوية جدا بشغل اقوى جدا. وطبعا ما تنسوش ان انا اللي كان شغال معايا من البداية حرفيا دلوقتي في ناس كتير بتقول لي ان هم بقى معاهم فلوس من الحاجات اللي انا سبتهم يشتغلوا عليها من بعد ما سبتهم. فان شاء الله يبقى في مستقبل تاني احسن، واتمنى ترجعوا تدعموني تاني زي الاول. انا عارف طبعا اغلب الناس نسيت القناة بتاعتي، ولكن مفيش مشكلة، هنرجع ونقدر نستمر تاني من اول وجديد. بس قبل ما تبتدي الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير عشان نقدر نستمر وعشان نتشجع نرجع تاني. ويعني يا ريت تدعموني بكل قوتكم دلوقتي عشان انا قناتي يعتبر نوعا ما واقفه. طب يا شباب، زي ما انتم شايفين ده موقع هنشتغل عليه اسمه تايم باكس. الموقع ده بتشتغل عليه اجزاء من يومك عادي، ممكن تشتغل عليه ساعه 2 3 خلال اليوم، وحتى لو عندك القدره تشتغل 24 ساعه هتقدر تطلع ارباح كويسه جدا من الموقع ده. موقع سهل وبسيط، مفيهوش اي حاجه معقده، بس محتاجه صبر ومحتاجه الشخص يكون واعي كويس جدا هو بيشتغل ازاي على الموقع ده، لان في ناس ما بتبقاش فاهمه ازاي مهمات بتتعمل، فبتقول لك الموقع ده مش صعب ان انا اشتغل عليه، وما بيشتغلوش ويسيبوا الموقع في الاخر، ومع انه مربح جدا. وهوريكم دلوقتي ازاي نقدر نجيب منه فلوس. طب يا شباب، زي ما انتم شايفين بعد ما ده واجهه الموقع، كل اللي عليك انك اول لما بتخش على اللينك اللي موجود في الديسكربشن هتخش تسجل عليه. تمام، تسجل الموقع بالايميل والباسورد بتاعك طبيعي جدا في اي برنامج زي اي موقع بكل بساطه. تمام، هتسجل بالايميل والباسورد، هيجي لك رساله على الميل بتاعك زي ما انت شايف، هيجي على الايميل. انا بشرح لكم على الكمبيوتر، طبعا عادي تقدر تشتغل من الموبايل وتقدر تشتغل من على التليفون. هيجي لك رساله هنا، مثلا نفترض ان ده رساله من بيت جيت مثلا، هيجي لك رساله تعمل كونفيرم انك انت صاحب الايميل. بعد ما تعمل كونفيرم يبقى انت كده اكدت انك الايميل بتاعك هو ده الاصلي بتاعك اللي انت هتشتغل بيه من خلال الموقع. بعد ما تعمل الخطوه المهمه دي انك تسجل الايميل وتعمل له فيريفاي او تاكيد ان ده الاكونت بتاعك، هنيجي بقى للواجهه دي هتظهر لك بالشكل ده. هتيجي على الصوره بتاعتك دي، طبعا انا اللي حاططها، طبعا هنيجي على الموقع بتاعنا كده وهنروح على البروفايل بتاعنا زي ما انتم شايفين. هنيجي على اللي هي كلمه بروفايل من الاول دي كده، وتحط معلوماتك صحيحه 100%. يعني انا دلوقتي كاتب اسمي والتاريخ ميلادي، وكمان كاتب المدينه والبوستال كود بتاعي اللي انا حاطه في يعني البلد بتاعتي، اللي هو البوستال كود بتاعي اللي هو بتخش كده على النت. انا مثلا ساكن في مدينه نصر في مصر، نكتب نصر، نصر سيتي زي ما انتم شايفين، او ممكن نكتب مثلا بوستال كود زي ما هو عايز، بوستال كود. تمام، هنكتب بوستال كود وهيطلع لنا بتاع مدينه نصر تحديدا، وتقوم واخده كده كوبي. تمام، وتيجي تحطه هنا في المكان ده. تمام، ده بكل بساطه عشان تاكد عنوانك، وكل ما تحط عنوانك بيبقى بالنسبه لهم انك شخص فيريفايد اكتر، او يعني مؤهل انك تشتغل معاهم. تمام، يعني لازم تديهم معلومات صحيحه، ما تكتبش مثلا اي حاجه عشوائيه وخلاص. تمام، طبعا هنا عندك الباسورد، لو مثلا الباسورد بتاعك في حاجه ولا بتاع عايز تغيره او اي حاجه. طب يا شباب، زي ما انتم شايفين ده الايميل اللي انا بستخدمه على الموقع ده. زي ما انتم شايفين ده هنا الرسائل، شوف ايه الرسائل اللي عايزها تجيلك لو في ابديت مثلا او اي حاجه. وطبعا هنا عندك طرق الدفع، واسهل طريقه انك تسحب منها الفلوس هي باير، وطبعا احنا هنشتغل على باير او اللايت كوين. اللايت كوين ده طبعا العمله دي بتجيلك على باينانس، لان موجوده اللايت كوين دي موجوده على باينانس. دي طرق الدفع، شوف ايه انسب طريقه بالنسبه لك، وانا من نصيحه مني اشتغل على اما على باير يا اما على لايت كوين، لانها بتيجي على باينانس مباشر على طول. تمام، وعندنا هنا اليوزر نيم، ده لو حابب تغير اليوزر نيم بتاعك، والصوره طبعا لو حابب تحط صوره على الاكونت بتاعك. وهنا يا شباب الحته دي مهمه جدا، لازم هنشتغل عليها، ان الحته دي عشان اول مجرد ما توصل $5 اللي هو الليميت اللي تقدر تسحب منه الفلوس. تمام، لازم تحط الهويه بتاعتك او البطاقه بتاعتك عشان يتاكدوا انك شخص يعني بالغ، وشخص لازم تحط البطاقه بتاعتك سواء بلدك في اي مكان. تمام، طب يا شباب ازاي نشتغل على الموقع ده وازاي نعمل منه فلوس؟ طب يا شباب هنيجي على كلمه اسمها ايرن زي ما انتم شايفين، او الربح. الموقع طبعا تقدر تحوله للغه العربيه زي ما انت عاوز. طبعا يا شباب زي ما انتم شايفين في هنا القائمه بتاعت ايرن، دخلت لنا في القائمات دي كلها. الحاجه الوحيده اللي تعتبر شغاله عندنا في مصر، اول حاجتين اللي عندنا اللي هي المهام التاسكس، وعندنا الريفير اللي هو ان في حد يخش عن طريقك وتاخد ربح
عن طريقه مجرد ما يشتغل على موقع زيه زيك بالظبط. احنا عندنا السيرفيز في مصر ما بتشتغلش، اغلبها ما بيشتغلش، فما اعتقدش ان الموضوع ده هيبقى بالنسبه لنا مناسب. بس في دول تانية عربيه ودول تانية اجنبيه بينفع معاها اللي هو ده. خش ده اتكل عليه، ده فيه فلوس كتير. يعني بص يعتبر اسعاره حلوه جدا وما بياخدش منك دقايق بسيطه، يعني 10 دقايق 5 دقايق وبتاخد ربح اسهل بسيط. ده بالنسبه لبلدك على حسب متوفر عندك البتاع ده او لا. في مصر عندنا مش متوفر السيرفي او اللي هي المهام اللي بتقيم بيها الكلام او بتقول معلومات عنك. تمام. نيجي على كلمه تاسكس، ودي اللي احنا هنشتغل عليها، ودي اللي انا اصلا جاي عشان اكلمكم عليها. الربح اليومي عندنا هنا بيوصل ل$5 يوميا، كل يوم $5 حرفيا. زي ما انتم شايفين بيقول لك الفلوس المتاحه ان انت تقدر تاخد $5 يوميا، ودي المهام اللي بتبقى ظاهره لك زي ما انت شايف كده. تمام. زي ما انتم شايفين احنا جينا على كلمه ايرن وجينا على تاسكس، بعد كده جينا على المهام زي ما انتم شايفين اللي ظاهره لك هنا. ممكن تحول برنامج لغه عربيه. طبعا في حاجات باسعار يعني ما تحتسبش، بس لو عايز تعملها اعملها، تعتبر مبلغ لا شيء. بس احنا بنشتغل مثلا على الحاجات اللي زي كده. زي ما انتم شايفين عايز من هنا بيطلب مننا مهمه واحنا بننفذ له المهمه وبيدينا مقابل مادي خلال لما تنفذ المهمه اللي هو طالبها منك. تمام. نيجي ننزل هنا مثلا ندور، بنشوف حاجه مناسبه عندك مثلا هنا الموقع ده. طيب ده واحد يا جماعه زي ما انتم شايفين عامل عرض دلوقتي بيقول لك جمع 500 ساتوشي من الموقع ده من خلال اللينك بتاعه. يعني لازم تخش عن طريق اللينك بتاعه. نيجي نعمل كده اهو، تخش عن طريقه وتسجل عن طريقه. تمام. بعد ما تعمل كده هتسجل وتعمل مهام لحد ما تجمع 400 ساتوشي. بعد كده هتوري له الاثبات بتاعك انك هتعمل له المهمه دي. زي ما انتم شايفين كده يعتبر انا كده كاني دخلت المهمه بتاعته وعايز انفذها له. ايه الحاجات اللي المفروض تقدمها له عشان يقبل منك الشغل بتاعك؟ طيب بيقول لك هنا بروف انستراكشنز، اللي هي الاثباتات بتاعتك اللي هتخليه يوافق على المهمه بتاعتك. بيقول لك اول حاجه تبعت له اليوزر نيم مش الايميل. تمام. ده من ناحيه المهمه دي. وعندك هنا بيقول لك ابعت سكرين شوت لعدد البالانس بتاعك، لعدد الساتوشي اللي انت جمعته. فهو هنا طالب مننا كام؟ بيقول لك جمع من خلال اللينك بتاعي 400 ساتوشي. تمام. مجرد ما تجمع 400 ساتوشي كل عليك بتاخد سكرين شوت من خلال الكمبيوتر زي ما انت شايف كده. تمام. بعد ما تاخد سكرين شوت سيفها على الديسكتوب، بعد كده تروح تعمل له ايه؟ تبعت له سكرين شوت هنا كده، تختارها مثلا نفترض ان هي دي، وتقوم دايس اوبن وتبعتها له. يبقى انت كده عملت له الاثبات الاول. الاثبات الثاني هو طالب منك ايه؟ اليوزر نيم. نفترض ان انا مثلا اهو سيف مصر مثلا ده اسمي. تمام. اليوزر نيم بتاعي في الموقع اللي انا عملته، وبكده انا عملت له الاثبات وبدوس بعدها كلمه سبميت فور ابروفل للقبول. طبعا هو بيقبل بقى ايه خلال مثلا يوم، ساعه، ساعتين، على حسب الشخص فاتح ولا مش فاتح. ودي يعني حاجه بتاعت الفرد نفسه اللي هيدفع لك الفلوس. تمام. دلوقتي في هنا عندك حاجه لازم تبقى عارفها، التايم ريميننج بيفور سبميت. اللي شايف الرقم ده اللي تحت ده بيقول لك هنا ربع ساعه. يعني لو انت خلصت المهمه مثلا في 10 دقايق هيبقى لسه فاضل لك 5 دقايق تستناهم. يعني انت لازم تقعد ربع ساعه عشان تقدر تدوس سبميت ابروفل هنا. تمام. يعني ما ينفعش مثلا تقوم مخلص انا دلوقتي يعتبر انا خلصت حلو، اقوم كاتب المعلومات بتاعتي واقوم حاطط الصوره زي ما انتم شايفين، حطيت الصوره خلاص. ما ينفعش اقوم اعمل سبميت، لازم استنى ربع ساعه. كده كده اصلا الشغل بتاعك هياخد اكتر من ربع ساعه، تقريبا ممكن ياخد نص ساعه عشان توصل ل 400 ساتوشي، او على حسب شغلك لو انت مثلا فاهم في المجال ده. طبعا الموقع سهل اللي هو مثلا مديهولك ده فرد مثلا، يعني الشخص ده مثال على المهام اللي انا بقول لك عليها. تمام. زي ما انتم شايفين. طبعا نفترض انا دلوقتي خلاص مش عاجبني مثلا المهمات بتاعته، شايفها صعبه مثلا او مش مناسبه، فاقوم عامل كانسل كامبين. تمام. وكده انا ايه؟ بعمل كانسل للاوردر ده واشوف اوردر تاني اعمله اسهل منه او مثلا اغلى منه شويه. تعالوا مثلا ندور على حاجه تانية. مثلا عندنا برضو ده نفس الموقع، تقريبا اغلب الناس بتشتغل على الموقع ده. تمام. فبيقول لك هتاخد 0.194 سنت. تمام. مقابل انك تعمله نفس المهمه دي، بس بقى شوف هو طالب منك ايه. عندك برضو مهام تانية، تعالى نشوف مع بعض دلوقتي. هننزل تحت كده زي ما انت شايف كده، في مهام زي دي سهله بتبقى فيها مثلا 2 سنت زي دي. المهمه دي سهله بتاخدش منك 3 دقايق بالظبط. تخش على الموقع وتشوف هو طالب منك ايه. مثلا بيقول لك كل اللي انتوا شايفينه في موقع هنا بيقول لك مثلا هيديك 5 سنت. حلو جدا البتاع ده وسريع جدا، تقريبا ما بياخدش منك يعني 3 دقايق. ده لو انت مثلا يعني بطيء جدا. تمام. هو ياخد منك دقيقه بالظبط. بيقول لك خش اعمل لايك على لينكد ان للبوست بتاعه، واعمل له سكرين شوت للبوست اللي انت عملت له لايك وابعته له زي
زي ما احنا شفنا المره اللي فاتت ازاي بنبعت الصوره وبس، واحنا كده ايه عملنا سبميت للاوردر، وهيقوم قابله لك اكيد لانه مش محتاج اي حاجه. بيقول لك هنا في جرامرلي البرنامج ده الموقع ده كل عليك بتروح تسجل اهو، بيقول لك تسجل وتعمل كونفيرم الايميل بتاعك، وبعد كده بتروح تاخد سكرين شوت وتبعتها له برده، يبقى انت كده خلصت مهمه كمان بكل بساطه. ودي دي الطريقه اللي بتقدر تاخد منها فلوس من الموقع ده. وفي طرق كتير طبعا على حسب. عندك برضو الريفير ده، بتاخد اللينك بتاعك وتوزعه على كل الناس اللي تعرفهم. ولو انت مثلا عندك شهره في حاجه معينه، عندك فيسبوك، عندك انستجرام، عندك يوتيوب، انشر اللينك بتاعك في كل مكان. كل ما يجي لك ناس اكتر كل ما يجي لك ربح اسرع. تمام. نيجي بقى لحاجه مهمه جدا، نيجي على كلمه منيو اللي فوق دي كده زي ما انت شايف، نيجي على كلمه كومبليمنتس. طب يا شباب زي ما انتم شايفين دي المهام اللي انا عملتها واخدت منها فلوس فعليا. شايفين ابروفد يعني كده اتقبل الاوردر بتاعي. زي ما انتم شايفين دي الارباح اللي انا بجمعها من خلال المهام بتاعتي، وده الوقت والتاريخ. طبعا زي ما انتم شايفين كل دي مهام انا عملتها، لسه يعتبر ما بداتش كتير قوي على الموقع. طبعا الموقع بيديك بونص كل ما تشتغل على البرنامج يوميا. فزي ما انتم شايفين اهو دي الارباح اللي انا بلمها خلال الدقايق اللي انا بشتغلها. زي ما انتم شايفين ده كان ربحه عالي شويه، وكان خد مني بالظبط 5 دقايق. انا فاكر جدا المهمه دي كانت 5 دقايق بالظبط وادتني المبلغ ده، فدي حاجه حلوه جدا. طبعا في مبالغ لا تحتسب، يعني حاجه بسيطه، بس لو لقيتها سهله ليه لا اعملها، مش هتاخد منك دقيقتين مثلا. زي ما انت شايف كل ده مقبول، مفيش الحمد لله اوردر واحد اترفض مني، لان انا بعملها لهم بديله الحاجه مظبوطه بالاثبات اللي هو طالبه مني بالظبط. اهم حاجه انك ما تغلطش في الاثباتات بتاعتك. طب يا شباب زي ما انتم شايفين الوالت بتاعتي انا معايا دولار و 48 سنت زي ما انتم شايفين. طبعا الحد الادنى للسحب هو 5 سنت، وطرق الدفع زي ما قلت لكم باير، باي بال، او مثلا ان لايت كوين، ودول اسهل 3 حاجات. والنصيحه مني يا اما لايت كوين يا اما باير. طبعا دي هنا الريفيل، دي لو حد بيشتغل عن طريقك بيظهر لك هنا انت خدت عنه كام. الموقع من شغل عليه اداني 70 سنت، يعني 72 سنت مجانا عشان يعني بونص لشغلي على الموقع، ودولت اللي انا جمعتهم من خلال شغلي على الموقع. وده التوتال الربح بتاعي. والبونص على فكره مش مره واحده، البونص بيبقى كتير جدا، يعني على حسب شغلك بيديلك بونص خلال اليوم. وطبعا زي ما انتم شايفين يا شباب ده الموقع بكل بساطه، ودي الناس اللي هي شغاله على الموقع. شايفين دولت بيقول لك يعني اكتر ناس دلوقتي شغاله. ده واحد شغال اهو جايب المبلغ ده خلال 13 دقيقة. من 13 دقيقة كل ده بيحسب اهو، كل ده من دقايق. كل دول بيجيبوا فلوس في الوقت الحالي اللي احنا فاتحين فيه ده. طبعا ليهم صفحة على الفيسبوك، بيقول لك كل شوية تعمل لايك على البوست اللي بينزلوه هتاخد مقابلها بتاع 5 سنت 10 سنت على حسب المكافأة اللي بيديها لك يوميا. وهنا طبعا الرسائل بيقول لك هنا زي ما انتم شايفين ادي الرسائل اللي بتوصل لي، بيقول لي ان المهمة بتاعتك اتقبلت من 3 ايام اهي، ودي من 16 دقيقة، ودي عندك من 5 دقايق، من 5 ايام معلش زي ما انتم شايفين. ودي المهام اللي انا كنت بعملها وبتتقبل مني، او بيقول لك ابروفد يعني اتقبلت المهمه. طب يا شباب زي ما انتم شايفين الموقع كان بسيط وسهل جدا. لو حد عنده اي سؤال، الموقع لسه بيعمل حاجات تانية كتير، ولكن انا شرحت لكم الجزء المهم من الموقع او هنبتدي عليه كمبتدئ. الموقع ما فيهوش اي مشاكل، موقع سريع جدا، وعندك اللينك بتاعك اهو بتشيره لكل الناس. مجرد ما يجي ناس عن طريقك وتشتغل عن طريقك انت بتاخد ربح برضو عن طريقهم. الموقع سهل وبسيط. لو احتجت اي حاجه ابعت لي في الكومنتات او على الانستجرام. اللينك الجديد بتاعه زي ما انتم شايفين يا جماعه، الانستجرام بتاعي ده لسه عامله جديد للقناه بتاعتي خصيصا غير الشخصي. انا ليا حساب شخصي برضو حاطه لكم في اللينك، ما تنسوش تضيفوني هناك. او انستجرام الصفحه بتاعتي الجديده الرسميه ل اير دروب كريبتو، القناه بتاعتي طبعا زي ما انتم شايفين، وبنزل عليها لسه يا دوب بادئ فيها. فيا ريت تعملوا لي فولو هناك عشان نقدر نستمر فيها هناك وننزل الحاجات هناك. مثلا عشان انت لو بتتابعني مثلا عايز تعرف الاخبار نزلت ولا لا، في لينك نزل في موقع نزلته مثلا تتابع معايا من خلال انستجرام. شكرا جدا ليكم على المتابعه، ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب وشير. اتمنى ما اكونش طولت عليكم. يا ريت تدعموني عشان انا القناه بتاعتي يعتبر ضعفت جدا لاني سبتها قطعتها فتره كبيره، فيا ريت ترجعوا لي القناه تاني زي ما كانت. شكرا جدا ليكم والسلام عليكم.